في 5 طرق للربح من يوتيوب. في الفيديو ده هتكلم عنهم وهقول لك ازاي تشغلهم كلهم، علشان كده خليك متابع الفيديو لغايه الاخر. قبل ما نتكلم عن الريفينيو ستريمز دي، محتاج تعرف ازاي تكون كواليفايد لتفعيل الربح من اليوتيوب. عندنا مجموعتين من الشروط، كل واحده بتفتح طرق معينه. اول مجموعه شروط وهي الاشهر، لازم يكون عندك 1000 سبسكرايبرز و4000 ساعه واتش تايم من الفيديوهات الطويله في خلال اخر 12 شهر، او 10 مليون فيوز على الشورتس في اخر 90 يوم. اول ما بتحقق الشروط دي بتبقى اليجيبل انك تدخل يوتيوب بارتنر وتقدر تشغل الاعلانات على الفيديوز وعلى الشورتس، وهم دول اول طريقتين من طرق الربح على يوتيوب. يوتيوب بيحط اعلانات على الفيديوز او الشورتس بتاعتك، والاعلانات دي بتبقى سكيبابل او نون سكيبابل او ميد رول او على جنب او تحت الفيديو او بين الشورتس. انت بتاخد نسبه من الارباح وبتتقسم بنسبه 55% ليك و45% ليوتيوب. مكسبك من الاعلان بيتحدد على حسب السي بي ام، وده عباره عن مكسبك من الاعلان لكل 1000 مشاهده للاعلان بعد خصم نسبه يوتيوب. طبعا الرقم ده مش ثابت وبيختلف من شخص لشخص، من دوله لدوله، وكل نيش انت بتتكلم عنها. تاني مجموعه من الشروط بتفتح لك باقي طرق الربح، وهي اسهل من المجموعه الاولى، لانك لازم يكون عندك 500 سبسكرايبرز بس، زائد انك تكون نزلت 3 فيديوهات في اخر 90 يوم، زائد 3000 ساعه واتش تايم بس، او 3 مليون فيوز للشورتس. وبكده تبقى اليجيبل للممبرشيبس والسوبرز والشوبينج. هنتكلم عن الممبرشيبس او الانتساب، وده عباره عن اشتراك شهري بيدفعه المتابعين للكرييتورز المفضلين عندهم، مقابل انهم بياخدوا بيركس معينه، زي امكانيه الوصول لمحتوى حصري بينزله الكرييتور للمتابعين المنتسبين، واولويه في الرد على كومنتاتهم واسئلتهم، واولويه في التواصل معهم. طبعا ده بيساعد الكرييتور في انه يستمر في انتاج المحتوى بتاعه وتحسينه والتواصل الاحسن مع المتابعين. ولو وصلت للجزء ده من الفيديو، حابب اعرف منك هل انت كرييتور ولا لا، وايه نوع المحتوى اللي بتقدمه في الشانل بتاعتك. ممكن نعمل كولاب في المستقبل، ليه لا. الطريقه الرابعه وهي السوبرز، ودي ريليتد اكتر لللايف ستريمرز. اللايف ستريمنج مش للجيمنج بس، ممكن اي نوع محتوى يتعمل منه لايف فيرجن زي البودكاست مثلا. السوبرز هم السوبر تشات والسوبر ستيكرز، وهي عباره عن كومنتس مميزه بيبعتها المتابعين لللايف ستريمرز اثناء اللايف، بيشتروها بمبلغ معين، والكومنتس بتبقى ظاهره لمده اطول وبشكل مميز، وبيبقى ليها اولويه للرد من الكرييتورز. ثالث سوبر معانا هي السوبر ثانكس، وهي نفس السوبر تشات ولكن على الفيديوهات العاديه مش اللايف. والميزه في السوبرز ان نسبتك ككرييتور بتوصل لغايه 70% مش بس 55 زي الاعلانات. الطريقه الاخيره وهي يوتيوب شوبينج، ودي بتسمح لك انك تربط الستور بتاعك باليوتيوب تشانل بتاعتك، بيبقى في تابع للستور في التشانل يقدر المتابعين من خلالها ان هم يشتروا المنتجات اللي انت بتبيعها من خلال اللايف ستريمز او من الفيديوهات العاديه، لان المنتجات دي بيبقى معمول لها تاج في الفيديو، يعني في لينك بيوصلها بالستور بتاعك. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ولو وصلت للديب اند ممكن تنزل في الكومنتس تكتب اي سؤال بيثير فضولك ناحيه الكرييتور ايكونومي، وانا هجاوب عليه في الفيديو اللي جاي.